أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وتؤتي آخر ما نزل من القرآن. وقيل غيرها، قيل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وصفه بأسمى الصفات وسماه بأجمل الأسماء، فهو علي حكيم كما جاء معنا في الآية، هو قرآن مجيد وجاء معنا في الآية قبل قليل، وهو ذكر شرف ورفعة لهذه الأمة. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. هو هدى للعالمين. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهو روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تعرف ما معنى أن القرآن روح وأن القرآن حياة؟ لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الروح التي في الجسد لا تحيا إلا بالقرآن. فالله عز وجل سماه روح لأن روحك التي بين جنبيك لا يمكن أن تكون روحا حية طيبة إلا إذا عاشت مع القرآن، فالقرآن هو الذي يحيي هذه الروح. فهناك من هو ذو قلب ميت وروح ميتة، وهناك من هو ذو قلب حي وروح حية، وهذا إنما يكون بقدر ما تأخذ من كتاب الله عز وجل وما تعيش معه. قال سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. والجمهور على أن الروح هنا هو القرآن، وسماه الله عز وجل نور يخرج به من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الشرك وضيق العيش إلى طيب الحياة الدنيا، وإلى سعة الحياة الدنيا، وإلى الحياة الطيبة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان ولمن عرفوا لذة العيش مع القرآن. قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلنا من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل والمعصية إلى نور الطاعة والإيمان. وأيضا سماه الله وحي، قال: إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقال سبحانه: وأوحي إليك هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والوحي له معنيان: إما هو الحدث أي النزول، الوحي بمعنى النزول يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي الصفة الذي هو القرآن، وهو الصلة بين السماء والأرض، ولئن انقطع التنزيل وحي التنزيل فإن القرآن باق، وكلام الله عز وجل لا يبلى، وهو الذي تستضيء بنوره القلوب وتهتدي به. للمؤمنين. أحسن الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال المفسرون: فضل الله هو الإسلام، ورحمته هو إيش؟ هو هذا القرآن. والله عز وجل قال عن هذا الكتاب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله تعالى: يهدي للتي هي أقوم، ما هو أقوم؟ قلنا معناها في الأيام الماضية أصوب وأعدل وأحكم في ماذا؟ في كل شيء، وهو منهج حياة بالطريق وأصوبه وأعدله وأحكمه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان تقريبا تكلم بعدة صفحات، لا تحضرني
ويشرح معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحقيقة من أجمل ما قرأت في تفسير هذه الآية في أضواء البيان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم الذنوب والخطايا وأما دواؤكم فالاستغفار. وسمى الله تبيانا لكل شيء وكف بحفظه ويسره للذكر. يعني لا أريد أن أقف مع كل الأدلة لأن الوقت لن يسعفنا. وتحدى الجن والإنس أن يأتي بسورة وآية منه وجعله صفوة على النفوس والقلوب لو خطب به جبل أصم لتصدع. قال سبحانه متصدعا من خشية الله. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والجن لما سمعته قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال سبحانه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة في هذه الآية. وأيضا عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نتوقع أن يكون أحد أشد تعظيما للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المحبة وبما يليق به من التعظيم وبلغه كما أمر سبحانه. فقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه جبريل يحاول أن يكرر كثيرا خلف جبريل خشية أن ينسى ما يلقى عنه وما يتنزل عليه. فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وجمعه أين؟ جمعه أين؟ في قلبك. أحسنت. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليه شيء فيكرره. وقال عليه الصلاة والسلام إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه للقرآن يرتله. كان بعض الصحابة شاهد على ذلك كان بعض الصحابة جاءه بعض الصحابة ينتظرون مقابلته بعد صلاة العشاء فتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليهم. فلما خرج قال يا رسول الله أبطأت علينا عسى ما حبسك خير. قال إنه قرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. ما منا يحافظ على حزبه وورده من القرآن. من منا له حزب ألزم به نفسه ثم إذا قرأ له ما أشغله عنه قضاه في منتصف النهار أو في آخر النهار أو لا يمر عليه اليوم إلا حتى يقرأ حزبه كامل. كان الصحابة سيأتي معنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبونه في 7 ويحزبونه في 3 ويحزبونه في شهر. وأضعف الإيمان أن تقرأ القرآن مرة واحدة في الشهر. هذا أضعف الإيمان. وإلا فالأصوب والأسلم والأكمل مع القرآن أن يختم الإنسان القرآن كل أسبوع أو كل 3 ينهب من معينه الذي لا ينضب. وسبحان الله كلما قرأت آية القرآن وعدت ورجعت يعني تمسك كتاب تقرأه مرة مرتين 3 تمل منه إلا قراءة كلما اشتقت أن تختمه أكثر. لذلك تجد الذي حرم كثرة الختمات سبحان الله لا يشعر بالشوق الكبير للقرآن. الذي يختم كل شهر مع العلم سيتمنى أن يختم في 20 يوم. إذا وصل يختم في الشهر مرتين
شوي شوي تجده يختم إيش؟ في كل خمس. ويقول الحفاظ: من خمس لم ينس، يعني بحيث أنه يقرأ في اليوم 6 أو 5، بحيث يختم في 5 أو 6 أيام لا يمكن أن ينسى القرآن. من كان حافظا وتعاهد القرآن وختم القرآن في كل 5 أو 6 أيام لا يمكن أن ينسى هذا القرآن، وهذه والله أعظم نعمة لا ينبغي لحافظ القرآن أن يفرط بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حزبه من القرآن. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، فهذه 7. هكذا كانوا يختمونه في 7. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ترتيلا لا هزا ولا عجلة، بل يمد قراءته مدا، فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وأيضا كان يقرئه ويعلمه أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره، مع أن القرآن قد نزل عليه. ما الشاهد أنه كان يحب يسمعه من غيره؟ أحسنت. قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة عبد الله بن مسعود ابن أم عبد. قال له: اقرأ. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. لذلك يا أخواني سيأتي معنا من الأجور في قراءة القرآن والأجور في استماع القرآن. لذلك من أسباب تنزل الرحمة استماع القرآن. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستماع القرآن والإنصات له سبب من أسباب تنزل الرحمات. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك، يعني كيف. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وكان يخشع قلبه وتدمع عينه لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر. وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله خبره، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك. لما قرأ قول إبراهيم في قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى لما قال الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما. وهذه المحاجة مع عيسى إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله وربكم. توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في قام ليلة كاملة يكرر قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها ويبكي. قام ليلة كاملة بآية واحدة. كان يتلذذ بالقيام به ومناجاة ربه في الليل حتى تتورم قدماه. تقول عائشة: يا رسول الله،
أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذلك وما تأخر؟ فماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فكيف بالعباد المذنبين؟ أليسوا أحوج إلى طلب المغفرة وطلب الرحمة؟ أسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. بل ربما قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها ولصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود. وعن أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان عليه الصلاة والسلام يتدارسه مع جبريل، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، وكان يقف عند مواعظه ويعمل بأحكامه ويقيم حدوده كما يقيم حروفه ويتخلق بأخلاقه، فكان قرآنا يمشي على الأرض. وهذا ذكرناه أمس في حديث عائشة، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وعظمه أصحابه رضي الله عنهم. هنا تعظيم الصحابة للقرآن العظيم، وهم الذين تلقوه مشافهة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوه علما وعملا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عباداته ومعاملاته، فلم يكن القرآن عندهم محفوظا في السطور، وإنما كان محفوظا في الصدور ومكنونا مركوزا في الأخلاق والأعمال، لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. والآن للأسف الإنسان يقول: أنا حفظت القرآن كامل، وللأسف لا يدري ما زجره ولا أمره ولا تجد أثره لا في خلقه ولا في معاملاته ولا في سلوكه ولا حتى في عباداته. فهذا أين أثر القرآن الذي حفظه بين جنبيه؟ وأين تقديره لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه؟ وأين شكره لهذه النعمة؟ كان الصحابة يحزبونه ويتعاهدونه، كانوا يختمون في 7 وفي 3 وفي 5، وفي رمضان كان بعضهم يختم في كل ليلة منه. قراءتهم واستماعهم تدبر وخشوع وخشية وخضوع، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بيوت بعض أصحابه من أصواتهم بالقرآن في جوف الليل. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين. الأشعريون الذين هم من؟ قوم أبي موسى الأشعري. قال: إني لأعرف صوت رفقة الأشعريين في البيت في الليل حين يدخلون الليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني لا يعرف بيوتهم بالنهار، يعرفهم من أصواتهم بالقرآن وهم يترنمون به ويقيمون به الليل. هذا كان حال الصحابة مع القرآن. بل إن أبا بكر رضي الله عنه لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وإني في آخر صف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزلوا ليرتاحوا قام فصلى شطر الليل، فسئل كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتلها ويكثر في ذلك النشيج حتى أصبح. هكذا كانوا يفقهون القرآن ويتدبرون معانيه ويفهمونه، وأمثلتهم على ذلك كثيرة. وأيضا وهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وكانوا يفقهون خطابه. وهذا هو المقصود من تنزل القرآن وقراءته، أن تفقه الخطاب وتفهمه فتتدبر فيورث ماذا؟ يورث العمل، القراءة وهي التلاوة، والفهم وهو التفسير، والتدبر، وبعد ذلك التطبيق وهو العمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين: حدثنا من كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم القرآن تتعلمونه تلاوة. نحن كنا نتعلم إيش؟ نتعلم ما فيه من الأحكام والحلال والحرام. قال: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدخل. هذا متى؟ هذا في عهد التابعين. هذا ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة وقد رأى هذا، فكيف لو رأى في زماننا 100,000 القراء؟ كيف هو حالهم؟ والأمة فيها خير، ولكن على كل حافظ وعلى كل قارئ أن يعرض نفسه على القرآن، وكل من قرأ القرآن عليه أن يعرض نفسه على القرآن فيرى هل هو عامل به، وقاف عند حدوده، متخلق بأخلاقه، متأدب بآدابه. وكانوا توجل قلوبهم لمواعظه حتى إن أحدهم، انظروا الآن، حتى إن أحدهم ليخشى أن يكون مقصودا بالعتاب في بعض آيات التنزيل. أحد يذكر الحادثة في سورة الحجرات ليشرح الشيخ؟ أيوة، من هو؟ لا 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 لا، ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثابت غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفتقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا افتقده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثابت لما نزلت هذه الآية قال: أنا من أهل النار. لماذا؟ قال ثابت: لم يكن هو يتعمد أن يرفع صوته عن النبي أو يصرخ في حضر، وإنما كان صوته جهوريا، هو طبيعة كلامه وطبيعة صوته جهوري. فقال: كان صوتي صيتا فخشي، فقال: قد حبط عملي، إن صوتي يرتفع إذا تكلمت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فاحتبس فربط نفسه، أمر أهل بيته أن ربطوه في سارية في البيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال: ما شأن ثابت؟ قال: اشتكى. قال: هل اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما شأن ثابت؟ هل اشتكى يعني هل به مرض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت به شكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل هو من أهل الجنة. لذلك كان الصحابة يقولون: إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يمشي في المدينة من أهل الجنة فانظروا إلى ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه أهل الجنة فهو من أهله. وإذا جاءهم الأمر أو النهي سارعوا بالامتثال والاستجابة فاتخذوا القرآن علما وعملا. عندكم شواهد على هذا؟ على مسارعتهم بالاستجابة؟
نعم شيخ، أحسنت، لما نزل تحريم الخمر وغيرها. نعم، في الحجاب، تغيير القبلة. نعم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع خفيه فكانوا يسارعون، نزل تحويل القبلة، فجاءهم من أخبرهم أنه قال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، فداروا وهم ركع، ما انتظروا حتى يرفعوا وما انتظروا حتى يتثبتوا، يعلمون أنهم صادقون فيما بينهم. لما نزل تحريم الخمر يقول أنس كنت خادم القوم وكان يسقي ساقيهم يدور عليهم بالخمر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناد ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. ما قالوا نروح نتأكد ونشوف، ولا إحنا متعودين عليها وصعب نتركها وما بعرف إيش، وبالتدريج مباشرة قال لي أبا قتادة قال له اسكب هذه الجرار مباشرة، يا أنس اسكب هذه القلال. قالوا ومن كان قد رفعها إلى فيه ردها، ومن كان قد أخذها في فيه مجها. شوفوا الاستجابة. أبو طلحة لما يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يا رسول الله إن الله يطلب منا القرض، إن لي حائط وإني أقرضته لله ولرسوله. انظروا، وكثير من شواهد استجابة الصحابة، سرعة استجابتهم لله ولرسوله. وأيضا لما ذكر الشيخ في الحجاب، لما نزلت آية الحجاب رحم الله نساء الأنصار، أول ما نزلت آية الحجاب خرجن متلفعات بالسواد لا يعرفن، حتى إنهن يمررن في الطريق فتكاد ثيابهن أن تتقطع من كثرة إيش؟ محاولة إيش؟ التصاقهم بالطريق وبطرف الشارع وبطرف الجدار لئلا يزاحمن الرجال. وين زماننا، وين زمان. المرأة كانت إذا مشت في الطريق تكاد ثيابها تتمزق لأنها تعلق بإيش؟ بالحائط من كثر ما تأخذ الحائط. الآن النساء والله المستعان، كثير من نساء المسلمين أسأل الله أن ينزل عليهن هدايته وتوفيقه وصلاحه، تجدها إيش؟ تزاحم الرجال، والله تدخل طاحش بين الرجال، والله المستعان. فهذه أمثلة استجابة الصحابة للقرآن ولنبي الله صلى الله عليه وسلم، أمثلة عجيبة. كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فخلعن عليه، فخلعوا نعالهم، ما يسألوا ليش، فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فقط لأن الله عز وجل قال. هذا هو الاستسلام الحقيقي لله ولرسوله. بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك يا رسول الله فخلعنا نعالنا. فطالما خلعت نحن إيش؟ في استسلامنا يجب أن نخلع. قال أتاني جبريل فأخبرني أن بها أذى، يعني في الطريق علق بها شيء من النجاسة فخلعتها. لكن انظروا إلى إيش؟ إلى الاستجابة كيف تحمس الشاب. إنه القرآن العظيم من عظمته وفضله أن كرم الله حامله وشرفه، فكان إكرام حامله من تعظيم الله تعالى، وإن من إجلال الله تعالى إجلال حامل القرآن. وامتدح الله أهل تدبره وذم المعرضين عنه، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الذي لا يتدبر القرآن معناها إيش؟ قلبه عليه أقفال. ما هي الأقفال؟ ما الذي أقفل القلب عن تدبر القرآن؟ الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يا أخواني هي الحجاب الذي يحجبك عن اتباع الهدى، الحجاب الذي يحجبك عن السير إلى الله عز وجل. فكلما تخففت منها كسرت أغلالا وآصالا، وكلما ازددت من الطاعة كلما كان بإذن الله عز وجل قلبك منفتح لقبول الهدى. وسيأتي معنا حديث عظيم بعد ذلك في الثمرات. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل وأجر قراءته والاستماع إليه. قال من قرأ حرفا من كتاب الله
فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهناك غيرها كثير من الأحاديث وأجر تعلمه وتعليمه. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا حديث حقيقة في حديث عظيم ما ودي أتركه مع استعجالنا في الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم ولا قطيعة رحم. العقيق وبطحان أسواقهم. من يحب أن يغدو هناك إلى السوق فيحصل على ناقتين كوماوين، يعني ناقتين عظيمتين، من غير إثم، يعني لا سرقها ولا احتال في أخذها ولا قطع رحما، أخذها حلالا زلالا بلا إثم ولا بغي ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. شو أحسن منك تروح للسوق ترجع بناقتين عظيمتين؟ والناقتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا شبه بالنوق؟ لأنها كانت أنفس أموالهم. الآن ممكن نقول لك مين يروح ويرجع بسيارتين من أفخم الموديلات وأحدث الموديلات، أو يرجع بطيارتين من أفخم الطيارات، يرجع بأنفس الأموال. كانت النوق أنفس أموال العرب، فلذلك كانت أقرب ما يمكن أن يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم به المثل. قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: فلئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين، وثلاث فثلاث، وأربع فأربع، ومن مثل أعدادهن من الإبل. وهذه بشارة لطلاب حلقات القرآن. ترى طلاب حلقات القرآن ما لازم يكونوا صغار. طلاب حلقات القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الستينات والخمسينات والسبعينات، صح؟ فتعلم القرآن هو لكل الأعمار، وما أحد فاته القطار. فالحرص يا أخواني أن يكون لنا ورد وقراءة وتعلم للقرآن في بيت الله عز وجل حتى تنال هذا الأجر. تدخل المسجد تتعلم آية، تحفظها، تسمع تفسيرها، تفقه معناها، خير لك. ترجع إلى بيتك خير لك من أن لو رجعت إلى بيتك بناقتين كوماوين، فكيف إذا كان أكثر وأكثر. وبين أجر تلاوته ومدارسته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ذكرنا الحديث الأيام الماضية. وبين علو منزلة من أخذ القرآن وعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقدم حامله على غيره في الإمامة، فأحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وفي القبر في أحد لما كثر عدد شهداء المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وبين فضل العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وبين شرف ورفعة منزلة من صاحب القرآن. وهذه تحتاج وقفة. من صاحب القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ولاحظ في الحديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا. أهله. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فجعل هنا علاقة بين القرآن، علاقة إيش؟ علاقة صحبة. وهذه حقيقة من أعظم العلاقات التي ينبغي للإنسان أن يتنبه إليها، وسنأتي إليها بعد قليل. ومن علامات تعظيم العبد للقرآن الكريم أن يعتقد أنه كلام الله، ويعتقد كماله وسلامته من النقص والاضطراب والتحريف. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأن يصدق بكل ما فيه ويتلقاه بالقبول. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله
عز وجل، وأن يعتقد شموله وهدايته لكل خير. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكثير من الآيات غيرها. وأن يعظم أمره ونهيه ويخضع لأحكامه. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأن يحذر من هجره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الله: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر ماذا يشمل؟ هجر تلاوته، هجر العمل به، هجر تدبره. الهجر هجر تلاوته، وهجر تدبره، وهجر العمل به. والتدبر لا يكون إلا مع الفهم وقراءة التفسير ومعرفة تفسيره. وأيضا يحذر من الاستهزاء بشيء من آياته. قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأيضا أن يجل ويكرم أهله، وأن يصاحبه ويعيش معه. يصاحبه ويعيش معه معناها سيكون القرآن منهج حياة كامل بالنسبة له، تلاوة وفهما وعلما وعملا وتدبرا. ومصاحبة القرآن، مصاحبة أي صفحة مصاحبة القرآن؟ 42. ومصاحبة القرآن هي مفتاح التعظيم. مفتاح التعظيم أن تصاحب القرآن. لما تقول فلان صاحب فلان ما يعني دائما لازمين بعض، ما بيتركوا بعض. وين فلان؟ اسأل عنه فلان صاحبه، هو بيعرف وين، هو يعرف أسراره، هو يعرف أين ذهب، أو تجده أين هو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر، فنعم الصحبة. فمصاحبة القرآن، والمصاحبة تدل على كلمة مصاحبة تدل على أنه الصحبة من الطرفين، مو أنت صاحبه هو ليس بصاحبك، وإنما المصاحبة من الطرفين. قال تعالى: وصاحبته وبنيه. فالصاحبة الزوجة، فالعلاقة من الطرفين والصحبة من الطرفين. وهكذا تكون العلاقة مع القرآن، الصحبة مع القرآن تكون علاقة بينك وبين القرآن، علاقة دائمة لا تنفك. ومصاحبة القرآن هي مفتاح التعظيم وأعظم ما يقود إليها. كيف أصل إلى المصاحبة؟ أن يتذكر أنه كلام الله رب العالمين، وأنه آخر رسالة نزلت من الله إلى خلقه. والصحبة تعني الخصوصية والمداومة والاستمرار، يعني ما هو صاحب مؤقت، الصحبة الدائمة. والمصاحبة تعني المفاعلة ببناء علاقة متينة مع القرآن حتى يشعر بالظمأ إذا لم يرطب لسانه به كل يوم. الصاحب إذا لم يسمع صوت صاحبه كل يوم أو يراه أو يأخذ منه علما أو كذا يشعر بوحش. القرآن هو أعظم صاحب تصاحبه، فإذا لم تقرأ منه يوما لا بد أن تستوحش، لأن القرآن لا ينبغي أن يمر عليك يوم لا ترطب به لسانك. يشعر بالضياع إذا لم يتخذه منهاجا ودليلا، وبالضيق إذا ابتعد أو سهى عنه. وطريق المصاحبة كيف أصاحب القرآن؟ يبدأ بأن يحب العبد القرآن ويشتاق له، فمحبة القرآن محبة لمن تكلم به سبحانه، ودليل المحبة الشوق والصحبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، ما دليل هذا الكلام؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. والقلب إذا أحب شيئا تعلق به. ومن علامات الصحبة وأسباب تحققها المحافظة على قراءة الورد اليومي. يا أخواني، لا ينبغي لمسلم أن يمر يوم ما يكون عنده ورد من القرآن، لا يمكن. وينبغي أن تضع له وقتا لا يزاحمه أحد. تقول: أنا وردي القرآن بعد الفجر، شو ما كان عندك ظروف لا يزاحمه أحد. أنا وردي من القرآن بعد العصر، ماذا كان عندك من الظروف لا يزاحمه أحد. لا ينبغي لمسلم أن يمر عليه يوم ولا يكون عنده ورد من القرآن.
والاستماع والفهم والتدبر أيضا هذا من طرق الصحبة. وأيضا وأن يتلوه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ العمل، أحسنت. وأن يتلوه حق تلاوته، وحق التلاوة اتباعه والعمل به والوقوف عند أوامره ونواهيه، فالعمل به هو مقصود تنزيله وعلامة تعظيمه. واحد يقول أنا أتلو القرآن ولا تجد له أثر في عمله، أين محبة القرآن وأين تعظيم القرآن؟ لذلك قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فذكر المفسرون فيها معنيين: أولا القراءة المرتلة المتتابعة، وهذا كقوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والثاني الاتباع كقوله تعالى والقمر إذا تلاها. قال عكرمة يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، باتباع الأمر والنهي، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه. قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى يتلونه حق تلاوته: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله، ليس حق تلاوته أن يقيم حروفه ويجوده ويأتي بالمخارج والصفات والأحكام. لا شك أن هذا من عظيم احترام القرآن ومن عظيم القيام بحق القرآن في التلاوة، وهذا من التغني وتحسين قراءة القرآن وترتيله، وهو مطلوب، لكن ليس هذا هو الغرض، وإنما الغرض النهائي هو إيش؟ هو العمل بالقرآن. شخص صوته حسن الصوت بالقرآن وما في حكم تجويد يخر منه كما يقولون، لكن لا تجد له أثرا في حياته. أين أثر القرآن؟ القرآن الله عز وجل أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والتدبر يتبعه إيش؟ يتبعه العمل. لذلك قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وهذا تعريف جامع مانع لمعنى حق تلاوته. لذلك قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، واتباعه هو العمل به. قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والاستمساك يكون بماذا؟ يكون بالاتباع وإحلال الحرام وتحريم الحرام، بإحلال الحلال وتحريم الحرام. وأن يخلص نيته، هذا شرط المصاحبة الصحيحة، وأن يخلص نيته فيقصد بتلاوته وحفظه وجه الله تعالى. وهناك حديث خطير عظيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أحدهم رجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فأمر به ثم سحب على وجهه فألقي في النار عياذا بالله من ذلك. فالإخلاص يا حملة القرآن، الإخلاص يا أهل القرآن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله لن ينفعك أن يقول الناس هذا قارئ حسن الصوت، هذا قارئ مجود، هذا قارئ كذا، إنك ميت وإنهم ميتون. والله لن ينفعك بشيء. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. يقال لهم يوم القيامة اذهبوا اطلبوا الأجر ممن رأيتم وأشركتم معي. وأيضا من طرق الصحبة أن يتأدب بآداب تلاوته وسماعه. الآداب كثيرة جدا: التطهر واستقبال القبلة وحسن الجلوس، وأن يترك العبث، وأن لا يقطع القراءة لغير سبب، وأن يقرأه بحضور قلب وخشوع وتدبر، وأن يقف مع الآيات ويكررها، وإذا مر بآية نعيم سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وغير ذلك من الآداب الكثيرة التي لا ينبغي أن تترك عند قراءة القرآن.
ولا يعرضه لشيء من الامتهان فلا يضعه على الأرض ولا يدخل به إلى مكان مستقذر ولا يتوسده ولا غير ذلك. ومن مصاحبة القرآن ومن أعظم طرق مصاحبة القرآن تعلمه وتعليمه، لأن معلم القرآن دائما جالس مع القرآن، ومتعلم القرآن دائما جالس يكرر حتى إيش؟ حتى يحفظ ويتعلم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أوثق عرى الصحبة حفظ القرآن، لأن يا أخواني حافظ القرآن والله حافظ القرآن قد أنعم الله عليه نعما، وأنعم عليه بنعمة عظيمة بعد الإسلام مهما فعل لا يفي شكرها. القرآن في صدره، مشى في الشارع أراد أن يقرأ قرأ، جلس في مكان انتظار عام في مستشفى في أي مكان، جلس ينتظر أي معاملة، جلس يقرأ من صدره لا يحتاج يبحث عن قرآن، وهو مضطجع على رأسه قرأ. كيف وهو يحمل القرآن بين جنبيه؟ إذا أراد أن يستشهد بدليل مباشرة استحضر دليلا من القرآن على كلامه فتكلم بالقرآن. حفظ القرآن نعمة عظيمة، ولا يوجد سن يقول واحد يا أخي ادعونا خلي أولادنا يحفظوا القرآن. طب وأنت يعني أنت راحت عليك؟ لا ما راحت عليك، بل بعض الناس من حفظ القرآن وعمره 70 سنة وأكثر من 70 سنة. وعندنا أخوات في الجمعية طالبات ختموا القرآن عمرهم 75 سنة ونافسوا أولادهم وسبقوا أولادهم. فما لا يوجد سن ينتهي عنده حفظ القرآن، كل طالما أن هذا النفس يتردد يدخل ويخرج إلى الجسم فأنت في سن يمكنك معه أن تبدأ بحفظ القرآن. بس ابدأ بهذا المشوار، ولو بدأت بهذا المشوار حفظت في كل يوم آية ستجد نفسك 7 سنوات خلصت. تعرف لو حفظت كل يوم آية تختفي في 7 سنوات؟ تعرف؟ لكن للأسف كثير منا يفرط، صح؟ والله المستعان. وأيضا تعاهده، قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المربوطة، إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. يريد أن يحافظ على ما حفظه من القرآن فليقم به ويقرأه في صلواته ويقم به الليل، وأيضا مدارسته مع أهله وإخوانه، والخلوة به وطول القيام، وأن ينفرد بالقرآن في أوقات لا يشاركه أحد، يخلو مع الله عز وجل، يخلو مع كلام الله كما ذكرنا في العلاقة مع الله وتعظيم الله، والخلوة مع الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه. فإن من أعظم ما تفعله بالخلوة مع الله عز وجل أن تتلذذ بذكر كلامه وأن تقرأ كلامه، فهو أعظم كلام وخير كلام، وهو الكلام الذي يحرك القلوب. بس اجلس في خلوة بينك وبين الله، اقرأ بكتاب الله. في الليل تريد أن تقوم الليل تقول والله أنا لست حافظ، امسك القرآن واقرأ، لا يضر، امسك القرآن واقرأ، عيش مع آيات الله عز وجل، لا تحرم نفسك لذة الخلوة مع كلام الله عز وجل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأيضا مما يعين على الصحبة الخشوع عند تلاوته وسماعه وتحريك القلب به، ذكرنا بعض الشواهد قبل قليل. فيكون القرآن شغله ومنهاج حياته، يرى أثره في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، وينصبه معيارا يقيم به نفسه. قيم نفسك حسب عملك وعلاقتك مع القرآن فيعيش الصحبة الحقيقية. وكما قالت عائشة إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. روي عن الحسن البصري قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف عاتب نفسه. طيب ما ثمرات مصاحبة القرآن؟ وثمرات أن يعيش الإنسان معظما للقرآن، يقوم بما ذكرناه من الآداب مع القرآن ويحقق الصحبة الحقيقية. هناك ثمرات، بركات القرآن لا تنتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة. القرآن تصحبه في الدنيا فيصحبك في الدنيا ويصحبك في الآخرة. سيأتي واحد يسأل كيف القرآن يصحبنا في الآخرة؟ صاحبنا نعم. كيف يصحبك القرآن في الآخرة؟ نعم.
ها؟ اقرأ ورقة وغيرها تأتيه ماذا؟ تحاج عن صاحبها. أحسنت. إذن من ثمرات تعظيم القرآن ومصاحبته من عظمه وصاحبه لا تسأل عن عظيم أبواب السعادة التي تفتح له، فبركاته بحر لا ساحل له، وثمرات تعظيمه ومصاحبته لا حد لها، فهو كتاب الله تعالى، كتاب مبارك تجد الثواب والبركات والخيرات من أي باب ولجته. إن قرأه العبد أجر قراءة، وإن استمع إليه رحم، وإن تدبر أجر، وإن عمل أجر، وإن عاش مصاحبا عاش سعيدا مطمئنا جعل الله فيه من وجوه الخير والفضل والكرم ما لم يجعله في خيره، فهو كلامه من أقبل عليه نجا، ومن استمسك به عصم، ومن صاحبه سعد في الدنيا والآخرة. وأيضا من ثمرات تعظيم القرآن في الآخرة وحتى في الدنيا أن القرآن يصحح نظرتك إلى هذه الحياة. فرق بين من لا يعيش مع القرآن فتجد الحياة شغل الشاغل، همه هذه الحياة الدنيا. من قرأ القرآن وعاش مع القرآن أيها الأحبة ويعلم أن الحياة الآخرة هي الحيوان، وأن هذه الحياة ما هي إلا متاع زائل قليل، سيغير نظرته عن حياته وعن الكون وكيف يعيش في هذه الأيام، وما هي همومه وما هي أهدافه. تسأل ما هي همومك، ما هي طموحاتك. فرق بين من تكون همومه هي هموم دنية زائلة، وبين من تكون همومه عالية، همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه نشر دين الله عز وجل، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، نصرة دين الله عز وجل. تختلف الهموم بحسب فهمك وفقهك وعلاقتك مع القرآن. فمن أعظم وأول بركات وثمرات صحبة القرآن تصحيح تصورات العبد وعقيدته وتوجيه بوصلته في هذه الحياة. فالقرآن كتاب عقيدة، تجد فيه إيش؟ الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بالله يا أخواني، لما أقول أن القرآن كتاب عقيدة فهو يعرفك على الله، ويعرفك على إيش؟ على أسماء الله وصفاته. وقلنا أن التعرف على الله له ثمرات في القلب من الإيمان والتعظيم، وما ذكرنا في الليالي الماضية. فلك أن تتخيل من يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، كيف يكون قلبه في تعظيم الله ويكون قلبه في ألا يخاف أحد إلا الله عز وجل. من يقرأ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أليست هذه عقيدة؟ بين ما يكون يخاف على الرزق، بين ما يعلم أن الله عز وجل ما قسم له من الرزق فإنه سيأتيه، وما منعه عنه فلن يأتيه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. لما يعلم أن الرزق بيد الله، شوف كيف تتغير معاملاته في الحياة الدنيا لو حصل خسارة. هذا ينتحر وهذا يبكي وهذا يرضى. فقد له شيء من الولد، هذا ينتحر وهذا يبكي وهذا يصبر وهذا يشكر وهذا يرضى. لماذا؟ لأنه عاش مع القرآن. لأن الرضا بقضاء الله عقيدة، معرفة أن الرزق من الله عقيدة، معرفة أن الله عز وجل هو الذي يكفي عبده عقيدة. القرآن إنما تجد فيه العقيدة كلها. قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أليست هذه عقيدة؟ كل هذه عقيدة. فمن عاش مع القرآن انظر كيف يعيش طيب، يعيش في حياة مطمئنة مرتاح النفس مهما وقع معه في هذه الدنيا. لا والله لو إني سويت كذا وعملت كذا وما ذهبت إلى مكان كذا ما سرق كذا وما خسرت التجارة الفلانية، لا لا لا، رضيت بالله الحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، مع الأخذ بالأسباب بلا شك. وأيضا والقرآن هو كتاب عقيدة وسلوك وأخلاق. الأخلاق سورة الحجرات كلها سورة أخلاق، أليس كذلك؟ ويل لكل همزة لمزة سورة أخلاق.
فيتعلم من القرآن أيضا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لذلك انظر ثمرة من يعيش مع القرآن، لا بد أن ينعكس هذا على الأثر في حياته، في عقيدته كما ذكرنا، في سلوكه وأخلاقه مع الناس، في معاملاته. فالله عز وجل لا يظلم ولا يرضى بالظلم وغير ذلك، وهو كتاب أحكام يقف عند حدودها وقصص ومواعظ وأمثال. وأيضا من أحسن صحبة القرآن تعرف على الله وازداد قربا منه وحبا وتعظيما وخشية ورجاء ورغبة ورهبة وسائر أعمال القلوب. وفي الحديث عن الله عز وجل ذكرنا كثير من الآيات التي تحدثنا عن الله، وأين هذه؟ في كتاب الله عز وجل. والله من قرأها أحب الله، ومن قرأها عظم الله، ومن قرأها خاف الله، ومن قرأها اشتاق إلى لقاء الله، ومن قرأها راقب الله، ومن قرأها عمل بما أمر الله وبحث عما يرضي الله عز وجل وترك ما يسخط الله ويغضبه. أين يجد هذا كله؟ في كتاب الله عز وجل. فانظروا إلى بركة وثمرة مصاحبة القرآن والعيش مع القرآن. ورزقه الله الهدى والثبات. من عاش مع القرآن رزقه الله الهدى والثبات. متى؟ لما تأتي إيش؟ المواقف الصعبة والمواقف التي تزلزل فيها القلوب، لا يثبت إلا أهل الإيمان الذين عاشوا مع القرآن. لذلك قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. هذا القرآن أنزلناه عليك لنثبت به فؤادك. وقال الله سبحانه وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما الذي ثبتهم الإيمان الذي خالط قلوبهم لما ازدادوا إيمانا. قال: فقرأنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا. يثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وأيضا الطمأنينة. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر القرآن. لذلك من شعر بضيق في صدره، من شعر بضنك بسبب الحياة وهمومها، ولا يخلو إنسان أن يمر به شيء من الحزن، يمر شيء من الضيق. لذلك الجنة لا خوف فيها ولا هم يحزنون. هذا نعيم الجنة. هذه الدار نعيمها مشوب بكدر وحزن وضيق وغير ذلك. لكن من شعر بحزن مسك القرآن يتلو من آياته. بس اقرأ سورة يوسف. أتحدى أن تكون مغموما فتقرأ سورة يوسف يبقى في نفسك شيء من الغم. ولا تنظر كيف كان فيها من العجائب، عجائب التقدير والتدبير الإلهي، من السجن إلى أن أصبح عزيز مصر، إلى أن اجتمع الشمل. فلما تقرأ هذه القصة العجيبة من قصص القرآن، وهذه القصص التي فيها عبر، ما يبقى في قلبك حزن. لذلك القرآن إذا قرأته وكنت في هم وضيق افزع إلى القرآن وافزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وغيرها من الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أو إذا حزبه أمر صلى. سبحان الله. يذكرون أحد مشايخنا حفظه الله قبل فترة من سنة أو أكثر توفيت زوجته. يحدثني أخو زوجته، قال: فكنا عنده فتوفيت زوجته في المستشفى. قال: فجئنا إليه نبلغه الخبر، لم يكن قد دري. قال: فدخلنا عنده قلنا: أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. قال: فما رد علينا. ماذا فعل؟ طبعا نحكي إذا حزبه أمره. قال: ما رد علينا. قام اتجه إلى القبلة وقام يصلي. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أهمه أمر صلى. لماذا؟ لأنه يجد فيها راحته وطمأنينته مع رب الأرض والسماوات. يجد راحته وطمأنينته في كتاب الله عز وجل. الله يا أخواني نصيحة: كل من يجد في قلبه وصدره ضيقا لأي سبب من الأسباب ولأي سبب من الأنكاد التي تعترينا جميعا، بس يمسك كتاب الله عز وجل، يمسك كتاب الله ويعيش معه، سينسى كل شيء، لأنه يعيش مع أعظم كلام الله سبحانه وتعالى.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالحياة مع القرآن هي حياة السكينة والطمأنينة، والحياة مع القرآن هي حياة القلب ونوره وتزكية النفس ومحاسبتها ولومها. لما واحد يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفضيل إنما تاب لما سمع هذه الآية، قال: بلى يا ربي آن، بلى يا ربي آن. كان يمر فسمعها، سمع قارئا يقرأها: ألم يأن للذين آمنوا، يعني ألم يحن الوقت أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: بلى آن يا رب، آن يا رب. فقراءة القرآن والعيش معه تزكي هذه النفس وتدفع على المحاسبة والتوبة. لما تسمع قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من يقرأ القرآن كاملا ويمر عليه في أيام معدودة قليلة، كم مرة سيمر على هذه الآيات؟ كم مرة سيمر عليها في الشهر؟ لو قرأ القرآن مرة في الشهر سيمر عليها كلها، في كل كم يوم سيمر على واحدة. فانظروا كم تحرك فيه من تذكيره بالتوبة. وأيضا من صاحبه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم هديه واتبع سنته وعظمه وتربى على الإذعان والتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وعلى الرضا والشكر والمراقبة والقناعة، وكل هذا له شواهده، وعلى هوان الدنيا في قلبه وتذكر الآخرة والجزاء والحساب والمسارعة في الخيرات والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة التي تعود ثمرتها على الأمة بمجموعها عزا وتمكينا وسلامة وسعادة، فهو شفاء ونور وهدى ورحمة. أما في الآخرة فالقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره فيقول له: ما عرفتني؟ قال: ما عرفتك. قال: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. يعني أنت اليوم وراء إيش؟ أعظم تجارة. يجد القرآن الذي عاش معه يستقبله أول ما يخرج من قبره. قل تعال، أنت في كنفي ورعايتي وفي شفاعتي وأنا حجة لك. ماذا تريد صحبة؟ ماذا تريد صاحب أعظم من هذا الصاحب؟ أي صاحب أوفى من هذا الصاحب؟ قبل أن ترى أهلك وأمك وبنيك كل واحد يفر من الآخر، القرآن ينتظرك عند قبرك. يقول: ما تعرفني؟ ما أعرفك. أنا القرآن الذي كنت تسهر بالليل تقرأني، الذي كنت تصوم بالنهار وأنت تقرأني. أنت اليوم من وراء كل، لماذا قال أنت اليوم من وراء كل تجارة؟ يعني أنت اليوم وراء أعظم تجارة، لا تخاف، في تجارة رابحة قد حصلت ثوابها وأجرها. وأيضا الحسنة بعشر أمثالها. كم قرأ كل آية، احسب كم قرأ وكم آية وغير ذلك. وأيضا يحظى بشفاعة القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين حققوا معاني الصحبة التي ذكرناها. وأيضا يكون حجابا له من النار ويذهب عنه الحزن يوم الفزع الأكبر. ولذلك هذا الحزن لماذا يذهب؟ لأنه عاش مع القرآن، كما قال تعالى في هذه الآيات العظيمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أذن الله أكبر الله.